ضحى الدستور لبناء نظام ديمقراطي حقيقي. الواقع أن هذه التعديلات التي جاءت لبت احتياجات حكم المحكمة الدستورية، ولم يلبي إطلاقا كل المطاعن الدستورية التي تحدث عنها المتخصصين أو تحدث عنها المتخصصون أو الحزبيون أو الخبراء، لأن هناك بعض المطاعن طرحت على المحكمة الدستورية في الجولة الأولى وقضي فيها بعدم دستورية بعض النصوص، لكن قلنا وتعالت الأصوات أن هناك مطاعن أخرى في أماكن أخرى في نصوص أخرى تتعلق بالنظام الانتخابي وتتعلق بنصوص تفصيلية لم يحن الوقت للطعن بموجبها، وطالبنا أن يتم يعني تدارك هذه المطاعن حتى نضمن أن يأتي برلمان غير مطعون عليه، ولم يتم استماع إلى هذه الأصوات، وتم العصف تماما بكل ما قدم إلى اللجنة. طيب حتى بشأن هذه التعديلات. طيب اسمح لي أستاذ طارق، حتى مع الأخذ في الاعتبار يعني حديثك بأنه تم العصف بكل ما تم التقدم به من جانب الأحزاب، نعم. هل كان هناك رد فعل من أي حزب مصري نتيجة العصف بطلبات يعني أحزابكم أو الأحزاب المصرية؟ وكان بالفعل هناك حوارات مجتمعية، وفي النهاية خرجت الحكومة المصرية وربما أيضا المواطن المصري ليدين الأحزاب التي تعاركت وهي تقدم هذه الطلبات. للأسف الشديد أن الحوار المجتمعي الجاد كان يجب أن يكون حوارا يعني على مستوى. الواقع أن الحكومة لم تكن تريد أن يكون لهذا الحوار وجود، فكانت تأتي بمن لا يتحدث أصلا في هذا الشأن. تركت يعني أمر غريب جدا أن الأحزاب التي تحسب على الموالاة نفسها قامت بعمل ورش عمل زي حزب المحافظين مثلا، ودعا عدد كبيرا من الأحزاب الموالية وخرجت باقتراحات قدمتها إلى الحكومة والحكومة لم تأخذ بها. الموضوع يتعلق برؤية موضوعية لهذا النظام الانتخابي الذي نرى أنه لن يأتي ببرلمان يعني لائق بمصر. ومع ذلك فالجميع قدم ما لديه. الحكومة أرادت أن تقفز فوق ذلك، فعقدت جلسة على شاشات التلفزيون وأثارت بين الناس المشاكل حتى تبرز أنهم لا يتفقون. هذا أمر يعني غير لائق على الإطلاق، ويعني دعيني أخرج منه. ربما يكون هذا من وجهة نظرك، ولكن في النهاية كان المواطن المصري ما خرج يعني كما قلت أنت يعني أمام شاشات التلفزيون، وكأن الأحزاب المصرية في النهاية غير متفقة وليس هناك يعني مطلب واحد للأحزاب المصرية. أتخطى هذه النقطة وأذهب إلى ما قلت أن ما زال هناك مطاعن دستورية على بعض المواد. هل معنى ذلك أن البرلمان القادم من الممكن أن يكون معرض للحل؟ يعني معرض للحل، ودليلي على ذلك أن الرئيس السيسي منذ أيام قليلة قام بإلغاء المادة 44 من القانون المسمى بقانون عدلي منصور، المستشار عدلي منصور، التعديلات التي أجريت على آليات أو المحكمة الدستورية بالضبط، واللي كانت بتحط سقف زمني للحكم في الطعون على قوانين الانتخابية. هذا يعني لماذا إلغاء هذا القانون في هذا التوقيت تحديدا من وجهة نظرك؟ يعني هو إقرار بأن هذه الحزمة من القوانين الانتخابية بها عوار دستوري، وطعنوا زي ما انتم عايزين، وهتاخد وقتها بقى في المحكمة الدستورية. احنا نعرف انه الطعون الدستورية بتاخد وقت وفسحة كبيرة جدا، يعني مثلا زي قانون التظاهر اللي بقى له دلوقتي سنتين في المحكمة ولم ينظر حتى الآن. وزي بقى أذكر نفسي وأذكر المشاهدين إنه كان في قانون اسمه قانون الطوارئ طعن عليه سنة حاجة و90 وقضي فيه سنة 2012. يعني المسألة في الآخر يعني خدوا وقتكم بقى، والمحكمة الدستورية تاخد وقتها، ولما يتعرض هذا البرلمان للحل نبقى نحله. وربما أيضا عام 2000 يعني حل برلمان 95 قبل انقضاء فترته يعني بشيء بسيط، وكان هناك طعون دستورية على هذا البرلمان يعني لمدة أعوام عند المحكمة الدستورية. طبعا هذا طيب يعني يبقى الأهم، يعني ما هي المواد من وجهة نظرك التي حتى الآن ربما يكون بها عوار دستوري؟ النظام الانتخابي
اللي كان موجود في المادة 4 في قانون مجلس النواب، واللي تعدل النهاردة في المادة 3، واللي بيتكلم على أنه يجمع بين القوائم المطلقة المغلقة والنظام الفردي. القائمة المطلقة المغلقة تجافي النظام الدستوري الذي وافق عليه المصريون في 2014 والذي يقوم على التعددية السياسية والحزبية. هذا المفهوم، مفهوم التعددية، يقتضي أن يكون هناك يعني حق لكل صوت في أن يمثل في البرلمان. نظام بس اسمح لي يعني أستاذ طارق، هذا من ناحية المنطق، لأن لو أخذت يعني رأيك ومنطقك فيما يخص مسألة التعددية السياسية داخل البرلمان، سيكون هناك بقى مطالب بتغيير الدستور نفسه أو مادة في الدستور نفسها حتى تكون كل القوانين دستورية. لكن ربما يرى البعض الآخر بأن مسألة القائمة المطلقة المغلقة هي يعني بها نوع من الدكتاتورية، ولكن في النهاية هي دستورية. غير دستورية، لأنها أولا هي غير لائقة بمصر، لأنها هجرت في الأربعينات من القرن الماضي في برلمان هتلر. هذا أمر من الناحية التاريخية، لكنها أيضا تجافي مفهوم التعددية، بمعنى أنه القائمة المطلقة اللي هيكسب 50% زائد صوت ياخد كل القائمة ويهدر الباقين. هذا أمر يجافي مفهوم التعددية السياسية والحزبية، وبالتالي هذه القائمة تضرب النظام الدستوري في مقتل. النظام الفردي نفسه بقى عليه كلام كثير، لأنه من ناحية أنه أيضا بيضرب التعددية، من ناحية أخرى النظام الفردي يدعمه المال السياسي، وإحنا شفنا في التعديلات أنه رفع السقف بتاع الانفاق، وصل لمبالغ، يعني القايمه هتصرف 7 مليون ونص، والقايمه الصغيره اللي هي 15 هتصرف 2 مليون ونص، والمقعد الفردي هيصرف 500 ألف جنيه. ومع ذلك احنا بنجد انه الدعايه بتتجاوز هذا الانفاق بمراحل كثيره، لان القانون نفسه لا يوجد فيه اي يعني ضوابط حقيقيه تمنع هذا الانفاق الكبير. هذا الانفاق له معنى أن المال السياسي سيأتي بالمقاعد وليس التمثيل المال السياسي موجود، يعني حتى لو كانت القائمة ليست مطلقة مغلقة، قائمة نسبية طبقا لبعض أهواء الأحزاب السياسية، في النهاية المال السياسي موجود في الشارع المصري، وهناك دور للأحزاب المصرية بأن تعمل في الشارع يعرفها المواطن المصري حتى يكون هناك يعني تصويت له. أيوة، ما هو الحقيقة أن احنا عملنا تغيير في 2011 وفي 2013 علشان نغير النظام. عملنا دستور في 2014 عشان نغير النظام، مش عشان نكرس ما هو موجود في الشارع، عشان نقاوم الفساد. مقاومة الفساد والحرب على الفساد جزء كبير من بناء النظام الديمقراطي. لما نيجي نسلم بالمال السياسي ونقننه في القوانين، هذا يعني اننا لم يعني زي ما بيقولوا ابو زيد بغزيت. انت عملت ثوره وعملت دستور جديد علشان تقنن ما هو موجود في الواقع. هذا امر طبعا غير مقبول. طيب، الاحلام والتمنيات كثيره، ولكن يبقى في النهايه ما تم يعني تعديله من بعض يعني المسائل الفنيه على بعض المواد. انا اريد ان اخذ رايك فيها. اولا، هناك ماده الحرمان من مباشره الحقوق السياسيه، كان هناك اختلاف يعني 6 سنوات وفي القانون و5 سنوات في قانون الإجراءات الجنائية، يعني خرجت تقريبا كما هي. هي ما فيش تعديل. مفهوم الحرمان الذي يليق بهذا البرلمان كان يجب أن ينال من رموز النظام السابق والأسبق. كان يجب أن يكون هناك حرمان للحزب الوطني، وأن يكون هناك حرمان للجماعة الإرهابية. طب أنا سؤالي يعني لماذا لم يتم توحيد المدتين؟ المدة هي مرتبطة بأنه يعني ما تبقاش بس موجودة خلال مدة البرلمان، لأنه ممكن يحصل خلال مدة البرلمان يعني تغيير في يعني إحلال في العضوية، فيضطر. طب ألم يكن هذا مطلب من ضمن التعديلات؟ لا لا خالص. المطلب كان حرمان موضوعي لمن أفسد الحياة السياسية من أعضاء الحزب الوطني ومن أعضاء جماعة الإخوان. هذا هو كان المطلب. المطلب الموضوعي لم يؤخذ به. أخذ بهذه مسألة مثلا في الضرائب كان كلام متعلق بالحكم البات والحكم النهائي.
حصل تعديل في هذا الشأن لتوحيد يعني الأحكام التي تحرم المرشح من الترشح، فخلاها كلها نهائية بدل ما يبقى في تباين مرة نهائي ومرة بات. نعم. تغييرات كلها يعني فنية زي ما حضرتك تفضلت. طيب أيضا فيما يخص مسألة المبالغ، يعني 2.5 مليون للقوائم اللي 15 مقعد، و7.5 مليون للقوائم 45 مقعد، وأنت أيضا أضفت فيما يخص الفردي تقريبا نصف مليون جنيه. كيف نعم. ترى يعني المبالغ مبالغ فيها جدا. احنا كنا بنتكلم انه اصلا نص مليون ده كتير، لان انت في الاخر بتتكلم على برلمان يأتي فيه عناصر جديدة، وجوه جديدة. هذه الوجوه لم تستفد من الفساد القائم. انت النهارده لما تيجي تقول 500,000 ومليون و2 مليون، انت بتعلي من شأن المال السياسي الذي حصل عليه الفاسد اصلا من نظام سابق او نظام اسبق، وبالتالي هنا يبقى في خلل في المنافسه، لان انا عايز اقدم وجوه جديده. هذه الوجوه الجديده المفروض انها ليست فاسده، المفروض ان هي يعني تكون من فئات الشعب الحقيقيه اللي بتقدم خدمات حقيقيه وعندها رؤيه حقيقيه. النهارده هتبقى في اطار المنافسه. ما عنديش يعني بيبقى الأهم أيضا مسألة الضوابط، يعني هل هناك ضوابط حقيقية في القانون فيما يخص يعني مسألة المبالغ، من يعني يزيد عن هذه المبالغ، هل هناك ضوابط حقيقية لمنع ذلك؟ هذا جزء من المطالب التي كنا نطالب بها، أن توضع ضوابط لمنع الإنفاق الزائد عن الحدود الموجودة في القانون. للأسف ما فيش هذه الضوابط، غير موجودة، ولا توجد آليات. الضوابط دي تتمثل في إيه؟ تتمثل في سلطة اللجنة العليا في شطب المرشح الذي يتجاوز حدود الإنفاق أو الذي يخرج عن حدود الإنفاق، أو في التبرعات يقبل تبرعات من جهات أجنبية أو من جهات أو من شركات أو خلافه. لكن هذا المطلب لم ينظر إليه. طيب يبقى أيضا من ضمن التعديلات إلغاء شرط التمتع بالجنسية المصرية منفردة. نعم، واحنا كان النص الحقيقه كده اصبح دستوريا، لانه المحكمه الدستوريه قضت بانه من حق اللي يحمل اكثر من جنسيه انه يترشح، وهذا الامر موجود في الدستور بوضوح شديد. اللي حصل انه عدل هذا النص وفتح الباب للعاملين بالخارج او المقيمين بالخارج، المصريين المقيمين بالخارج، حتى حق الترشح حتى لو كان يحمل جنسيه أخرى. نعم. تعديل آخر إلغاء يعني المادة الخاصة بإسقاط عضوية المرأة في البرلمان. ده أحد المطاعن اللي طعن بيها، والمحكمة حكمت بعدم القبول لمسألة انه يعني لرفع هذا الطعن قبل الاوان. اوانه كان لما يجي البرلمان، لكن اللجنة تداركت هذا الامر ولغت التمييز اللي كان موجود بين الرجل والمرأة في شأن إسقاط العضوية. المرأة كان يتحدث بس على تغيير الصفة الحزبية، لكن الرجل ما كان بيتحدث على تغيير الصفة الحزبية أو مستقل، أو إذا كان عامل أو إذا كان من فئة معينة. كانت المرأة يعني ليها بس تغيير الصفة الحزبية، هو وحدها وجعل الرجل والمرأة يسقط عضويته في حالة تغيير الصفة الحزبية، نوع من المساواة. طيب أخيرا، يعني بعد الخروج بهذه التعديلات، هل أصبح الأمر الآن في يد اللجنة العليا للانتخابات؟ أصبح الأمر في يد اللجنة العليا من اللحظة الأولى، وهي اللي هتحدد المواعيد وهي اللي هتضع القواعد والإجراءات. وإحنا في انتظار هذا الأمر أنه يصدر خلال، يعني قالوا أنه في خلال أغسطس هيصدر قرار واضح بجدول زمني للعملية الانتخابية. أخيرا، فيما يخص يعني التكتلات الانتخابية التي ستخوض الانتخابات، هل هناك من جديد؟ لا، يعني هيظهر طبعا، واضح انه نفس التركيبة بتاعة القوائم هي اللي شغالة. طبعا من المعروف أن هناك يعني قائمة بتدعمها جهة سيادية معينة، أعلنت هذه القائمة، يعني مش عايز أقول اسمها، أعلنت أن هي يعني بتدعمها جهة معينة. هذه القائمة تحاول أن تعيد ترتيب أوراقها مرة أخرى. في قوائم جديدة أو لا، هيظهر
لأنه الفترة الخمس شهور اللي فاتوا حصل فيها تغيرات سياسية قد ينتج عنها قائمة جديدة. طيب فيما يخص التيار الشعبي، يعني كان هناك دائما حديث أنه ربما يكون هناك يعني مقاطعة للانتخابات القادمة، ما هو الجديد فيما يخص هذه الآراء؟ احنا مش مقاطعين، احنا قررنا عدم المشاركة في هذا النظام الانتخابي، لكننا لا نقاطع، يعني لا ندعو الشعب المصري المقاطعة. احنا ما وصلناش لمرحلة ان احنا بنقاطع النظام ولا بنخاصمه. احنا ما زلنا بنعترض على هذا النظام، نعترض على النظام الانتخابي، ولن نتشارك في هذه الانتخابات. يعني نفهم كده ان التيار الشعبي يعني لن يخوض هذه الانتخابات؟ لن نشارك. فيما يخص التيار الديمقراطي وانتم ايضا جزء منه، نعم. هل هناك اي حديث انه سيكون هناك تحالف بينه وبين التيار الثوري؟ التيار الديمقراطي قرر انه سوف يقاطع القوائم المطلقة المغلقة لأسباب سياسية ولأسباب قانونية. آخر اجتماع كان صدر يعني حث من هذا الاجتماع المجلس الرئاسي، حث الأحزاب المكونة للتيار الديمقراطي أن هي تراجع موقفها بشأن المشاركة على المقاعد الفردية. نعم. هذا الأمر طبعا معروض على هذه الأحزاب عشان تاخذ قرارها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كان معي أستاذ طارق نجيدة القيادي بالتيار الشعبي والمحامي بالنقد، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتواصل. ليس مجرد مال، ليست